السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى فيديو جديد. هعمل معاكم الكشري المصري بتاعنا بطريقة سهلة كده، ومفيهوش اي حاجة، ولا هتعملي بقى مواعين كتير ولا الكلام ده خالص. ومش هنعمله في حلة واحدة، يعني هي منتشرة بقالها فترة موضوع قصة ان احنا نعمل الكشري في حلة واحدة. انا بصراحة ما بحبش الطريقة دي، يعني ما بحسوش كشري يعني. هعمله عادي زي ما بنعمله من زمان، بس هي حلتين، يعني حلتين، واللي بسلق فيه بشطفه وبرجع اسلق الحاجة التانية فيه وخلاص على كده. بس فدي بقى انا حطيت العدس يتسلق، حطيت مية غليت وحطيت فيها شوية ملح وشوية كمون، وحطيت العدس. طبعا الكميات اللي انتوا عايزينها في كل حاجة بتحطوها على حسب ما انتوا بتحبوا، يعني اللي بيحب العدس زيادة يعمل عدس زيادة، اللي بيحب مكرونة زيادة يعمل مكرونة زيادة. كل واحد يعمل بالكمية اللي يحبها. فانا عملت، احنا ما بنحبش العدس كتير بصراحة في الكشري، فانا حطيت حبة كده صغيرة اسلقهم. بس هسلقهم طبعا، مش هسلقهم للاخر، يعني لغايه بس ما يبتدي يدخل في السوا، عشان انا هكمل سوا في الرز. انا بحب احطه على الرز. لو عايزين تسيبوه بره وتسووه على الاخر وتسيبوه بره وتحطوه على طول على الرز، مفيش مشكله، كل واحد طبعا بالطريقه اللي يحبها. وعايزه اقول لكم على نقطه كمان يا جماعه، مفيش يعني الكشري ما بتحطلوش فلفل اسود، عشان انا برضو لاقيه ناس كتيره وفيديوهات بيحطوا فلفل اسود مش عارف في الدقه، وبيحطوا على الصلصه. الكشري ما بتحطلوش غير كمون وممكن كزبره، ملح وكمون فقط لا غير، وممكن كزبره. بس كملوا بقى معايا لاخر الفيديو، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي بقى كومنتاتكم الحلوه. ويلا بينا بقى نكمل الفيديو ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى دي الكبه انا هقطع فيها البصل. السلاح ده يعني انا ما بياخدش معايا وقت، أنا بعمل مثلا 3 بصلات كبار ولا حاجه. طبعا انتوا برضو تعملوا الكميه اللي تحبوها. آه بقطع البصل، يعني بقشر البصله يقطعها نصين ويحطها. اللي عنده طبعا المتوفر عنده الكبه دي يستخدمها، اللي مش متوفر عنده ممكن بالسكينه عادي تقطعوه نصين وتعملوه جوانح كده، شرايح، هيتقطع معاكم برضو بسهوله. انا الكبه دي بصراحه بتوفر عليا وقت، يعني بصوا البصل، كميه البصل دي ما خدتش معايا ثواني بصراحه، وبيتقطعوا حلو يعني، شرايح حلوه يعني. في ناس برضو بتحب تقطعه حتت صغيره، اللي هي التخريط الصغير، برضو كل واحد يقطع بالطريقه اللي تريحه. بس هنا بقى قطعت البصل وهفرفطه كده بس من بعضه، بس عشان لما ينزل في الزيت ما يبقاش ماسك كله في بعضه. بس هحط بقى زيت على النار واقلي البصل فيه. هنا كان خلاص العدس خلص، اتسلق خلاص. سلقته زي ما قلت لكم نص سلقه. هحط بقى حله فيها شويه زيت. الحله دي نفس الحله اللي انا هعمل فيها الرز. عشان زي ما قلت لكم انا مش هستخدم غير حلتين، الحله اللي سلقت فيها العدس دي هسلق فيها المكرونه وهعمل فيها الصلصه، والحله اللي هحمر فيها البصل دي هي اللي هعمل فيها الرز. هنا حطيت شويه زيت محترمين كده، يكفوني في الكشري كله. بصوا انا ما بحبش احط بصراحه الزيت كله، يعني عشان ما يبقاش متعب، يعني يتعب القولون وكده. ساعات بستخدم الزيت بتاع البصل في بقيه الكشري، وساعات لا، او ساعات بعمل يعني بقيه الكشري بزيت تاني، برضه هو بيبقى نفس الطعم، بس الفرق انه بيبقى متعب شويه طبعا لما بستخدم الزيت اللي قليت فيه البصل. بس حطيت هنا البصل، ولا حطيت له بقى دقيق ولا ملح ولا اي حاجه. وبرده يا جماعه بيبقى مقرمش جدا، وهو مجرد ما بتطلعوه خلي بالكم كمان مش هنطلع البصل وهو متحمر جامد، يعني دايما طلعوه هو دهبي شويه، لان هو كل ما بيقعد يعني مجرد ما بتطلعوه دقيقتين وبتلاقوه غمق. فطلعوه وهو لسه فاتح شويه عشان ما يمررش. يعني بس يا دوب يبقى لونه ذهبي كده، وطلعوه على مناديل مطبخ. وسيبوه شويه وفرفطوه من بعضه كده، هتلاقوه زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، ومقرمش وكل حاجه، وهيبقى طعمه مسكر جدا. هنا بقى صفيت بقى العدس من الميه بتاعته، وشطفت كده الحله شطفه سريعه، حطيت ميه عشان اسلق فيها المكرونه. وزي ما قلت لكم بقى كل شويه بصوا على البصل، عشان من يعني تدوله تقليبه كده سريعه، عشان بيبقى من الحروف ابتدى يغمق، ومن النص بيبقى لسه ابيض زي ما هو، فتجيبوا اللي جوه بره واللي بره جوه كده، تدوله تقليبه سريعه، ما تقلبوش كتير يعني.
بصوا اهو انا كل شويه كنت بقلب فيه بديله كده تقليبه. يعني عينكوا عليه طول ما انتوا واقفين بتشتغلوا، عينكوا عليه بس عشان ما يتحرقش منكم ويبقى كله لون واحد. وهنا كده اللون ده كده خلاص، كان يعني قدامه بالظبط دقيقتين واطلعه، يعني ما تسيبوش اكتر من كده. ضربت بقى الطماطم مكان البصل. أنا ما شطفتش الكبه زي ما قلت لكم. انا بحاول اعمل مواعين قليله على قد ما اقدر، هي مش محتاجه تتشطف. عايزين تشطفوها شطفوها، بس البصل كده كده يعني ما احنا بناكله في وسط الكشري، فمش مستاهله شطف يعني. بس ضربت بقى الطماطم كده وانا بقلب في البصل. هنا بقى كان خلاص يعني تقريبا وصل للون اللي انا عايزاه، يعني هتطلعوه يعني هو لما هيطلع كده مفيش ثواني وهتلاقوا اللون بتاعه غمق. فخلاص تبتدوا تطلعوه كده هو اللون ده. بصوا بقى لونه جميل ازاي. ما تغمقوهوش كده عن كده يا جماعه عشان ما يبقاش ممرر. طلعت بقى المكرونه اللي هسلقها. انا بحب استخدم المكرونه الاسباجيتي قوي في الكشري، فهحط شويه من الاسباجيتي مع شويه من النوع ده. انا برضو بحب النوع اللي بيبقى مكرونته كبيره ده، مع شويه من المكرونه الصغيره. عايزين تستخدموا سباجيتي والصغيره خالص دي بس براحتكم، عايزين تستخدموا الصغيره بس برضو براحتكم. كل واحد زي ما قلت لكم يعني يستخدم الحاجه اللي يحبها وعلى حسب ذوقه وعلى حسب الكميات اللي بيحبها. حطيت بقى الميه كانت غليت، حطيت لها حبه زيت. وحطيت لها الزيت اللي حطيته من الزيت بتاع تحمير البصل. وهحط لها شويه ملح بس، وهسلق بقى المكرونه. بصوا المكرونه الاسباجيتي اللي بتتحط في الكشري يا جماعه لازم تتكسر. يعني انا بكسر يعني باخد حبه كده منها وكسره على 3. طبعا لما بنعمل مكرونه سباكيتي عادي، يعني المكرونه عادي هناكلها بالشوكه لوحدها. ما بنكسرهاش ولا حاجه، بس دي عشان طبعا الكشري هيتاكل بالمعلقه. فما تبقاش المكرونه طويله قوي معانا في المعلقه. فلازم نكسرها عشان ما تضايقناش واحنا بناكل. بس خلاص كده كانت المكرونه بقى اتسلقت، صفيتها وشطفتها كده بشويه ميه. وسبتها بقى في المصفى بتاعتها تتصفى من الميه بتاعتها، ونقلتها نقلتها في علبه بلاستيك عشان هستخدم بقى الحله دي هعمل فيها الصلصه بتاعه الكشري. حطيت بقى الحله على النار وخدت بقى شويه من الزيت بتاع تحمير البصل، وزودت لهم حبه زيت كده عاديين برضو عشان ما يبقاش الموضوع متعب قوي. هو انا عاده ما بستخدمش الزيت بتاع البصل ده في بقيه الكشري بصراحه. انا بستخدم زيت عادي، بس الزيت اللي كان باقي عندي كانوا شويه قليلين ف... فاستخدمت من الزيت بتاع البصل. حطيت بقى فصين توم كده. كمية التوم طبعا على زي ما انتوا تحبوا، عايزينها كتيرة عايزينها قليلة. كل واحد واللي يحبه. وضربت طماطم بعد ما التوم اتحمر. حطيت له نقطتين خل كده، وبعدين حطيت بقى الطماطم وحطيت معلقتين صلصة وسبتها بقى تتسبك براحتها. ورحت بقى قلت اغسل المواعين اللي في الحوض على ما الصلصة تخلص. بصوا يا جماعة المواعين يعني الناس بتقعد تقول نعمل الكشري كله في حلة واحدة عشان نوفر مواعين. بصوا اصلا المواعين اللي عندي هو مفيش غير الكبة والمصفى دول، مفيش اي حاجة تاني يعني حرفيا. طبعا الحلة اللي انا بعملها بشطفها واعمل حاجة مكانها. العدس سلقته. آم، آه، آه، شطفت الحلة بتاعته وسلقت مكانه المكرونة. شطفت الحلة بعد سلق المكرونة وعملت مكانها الصلصة. حلة تحمير الزيت زي ما انتوا شفتوا كده. زي ما هي بقى سايباها على جنب عشان هعمل فيها الرز. خدت بس شويه من الزيت بتوعها حطيتهم في طاسه كده. دي هعمل فيها بقى الدقه والشطه. هنحط بس شويه زيت. وهنحط فصين توم تاني، برضو كميه التوم اللي انتوا تحبوها. بس مجرد بس كده يبتدي يصفر، هنحط شويه خل. وبعدين نزود بشويه ميه. ونحط بقى شويه ملح وشويه كمون. بس مفيش اي حاجه تاني. هو كل التوابل اللي بنستخدمها في الكشري عامه مفيش غير ملح وكمون. آه زودت بقى برضو حبه كمون للصلصه بالمره. قلت قبل ما انسى، وديتها تقليبه كده وهسيبها بقى على نار هاديه تتسبك خالص. وبعدين طفيت بقى على الدقه بتاعتي وسبتها شويه الصوص ياخد من طعم التوم كده. يعني يعني انا بصفيها بس ما بصفيهاش الا لما بتبرد خالص، عشان يبقى كل التوم نزل طعمه كله في الدقه. هنا بقى قلت هعمل الرز. كانوا شويه الزيت اللي متبقيين هم يعني متبقيين من تحمير البصل، هم كانوا يدوب للرز، فما زودتهاش
ولا خدت منها يعني، هما كانوا يدوب على القد بالظبط. حطيت بقى شويه شعريه، انا بعمل الرز بالشعريه بيبقى طعمه جميل جدا زي بتاع المحلات بالظبط. حطيت شويه شعريه وحمرتها كده، وبعدين نزلت بالرز عادي كأننا بنعمل رز بشعريه عادي. قعدت بقى اقلبهم وملحت الرز بتاعي، وبعدين ايه زودت العدس اللي انا كنت سلقاه نص سلقه. بس هديها تقليبه وهعمله بقى كأني بعمل رز عادي جدا. احط الميه بتاعتي، ولو عايزين نزود شويه كمون نزود، بس انا كنت مكتفيه بالكمون اللي في اللي انا سلقه بيه فيه العدس. بس هنا بقى كان الرز اتشرب ميته. اديته تقليبه كده وغطيت عليه النار وغطيته بقى، وقلت ايه اسيبه يستوي براحته. بعد ما الدقه بردت صفيتها من التوم. في نفس الطاسة بقى اللي عملت فيها الدقة هعمل فيها الشطة، ولا غسلتها ولا أي حاجة، بس زودت شوية زيت وحطيت شوية شطة. بس هسيبها بقى ايه يعني يدوب بس تسخن. ما يعني ما تسخنوهاش جامد، يعني ما تخلوهاش تغلي كتير عشان ما تمررش، عشان طعمها بيغير. هي يدوب بس تسخن كده، وتلاقوها ايه ابتدت ايه تبقلل كده. تزودوا لها ايه كبشتين صلصة. بس كده، وتحط لها بقى حبة ملح لو ملحها يعني، شوفوا انتوا دوقوها بقى محتاجة ملح. حطيت لها برضو شوية خل صغيرين. واسيبها بقى لغاية لما تتسبك خالص، والزيت بقى بتاعها يطلع على الوش بقى، وخدوا احلى شطة زيت. هنا بقى كان خلاص الرز والعدس استووا. مش قادرة اقول لكم يا جماعة الريحة كانت قلب البيت ازاي. ودي برضو الصلصة كانت خلاص خلصت اتسبكت كده بقى. خلاص بقى كله عندي جاهز، ودي الشطة ودي الدقة وبجد يا جماعة عايزاكم تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا في الكشري، وسهل جدا ومفيش مواعين كتير ولا حاجة. هما كانوا في الاخر حلتين، حلة منهم فيها الرز، وحلة كانت اللي فيها الصلصة، وخلاص على كده مفيش اي مواعين تاني. هتدوقوه يعني بجد مش هتجيبوا كشري من الشارع تاني يعني. طعمه فعلا كان رائع. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش بقى تضغطوا لايك وتعملوا لي سبسكرايب، وتقولوا لي بقى في الكومنتات التطبيقات بتاعتكم، وتقولوا لي اذا كنتوا عملتوه ولا لا، وطلع معاكم عامل ازاي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.